الله. وجاء وقت الاجتماع على الفطور والسحور، وتترنم وتتغنى الأذن بصلاة التراويح وخلف الإمام. صح، بعض الصغار يعني نسأل الله العافية في المسجد يصنع المصائب، لكن جاء شهر المحبة، جاء شهر الود، جاء شهر الصفاء والنقاء، جاء رمضان الذي تطمع به النفوس لتغسل أنفسها. جاء رمضان لتطمع به النفوس لتغسل أنفسها. هذا برحمة الله. الله عز وجل أحيانا يفرض علينا عبادة يومية كالصلاة، عبادة أسبوعية كصلاة الجمعة، عبادة سنوية كالحج. وأيضا رمضان فرصة لنغسل أنفسنا، لنغسل قلوبنا، لنتجه إلى الله عز وجل شأنه، فرصة لنتجه لكتاب ربنا، فرصة. نتخيل أن ختمة القرآن في السنة 3 ملايين حسنة، في الشهر إذا ختمت القرآن مرة واحدة 3 ملايين حسنة. تصور؟ إيه نعم، 3 ملايين حسنة. وإذا أنت عصيت المراتب وقال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، رغم أن الصيام أعلى المراتب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. رغم أن الصيام أعلى المراتب، أن تمسك نفسك عن الطعام والشراب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا ما ينفعك إذا أنت ما تركت قول الزور، قول الباطل والعمل به. لازم تترك هذا حتى تغنم الصيام وتستفد من الصيام. إذن أول حاجة، ليس العبرة فقط أن أمسك نفسي عن الطعام والشراب، في ذنوب أعظم، غيبة، نميمة، كذب، تحريض المسلمين، السعي فساد في الأرض، هذا أشد. فالشاهد الأمر لا تظن أن الصيام فقط اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، لا لا لا، الصيام أعظم وأرقى. الصيام مدرسة أخلاقية تتعلق بالروح قبل الجسد. أنت تظن أن الله يريد أن يجوع الإنسان؟ هي مسألة صبر، اختبار صبر. ما العلة التي تعلو على مجتمعاتنا؟ أنهم جعلوا منطوق العبادة عادة، منطوق العبادة عادة. جاء رمضان يلا نور فوانيس وما اعرف ايه وسحور وفطور وكذا. زين، هل غير من اخلاقنا؟ سؤال، هل رمضان غير من اخلاقك؟ هل انت دخلت رمضان في نية، على الاقل نية يا رب اعني على رمضان حتى لا اخرج من رمضان الا واعتقت عنقي من النار وحسنت اخلاقي؟ اعظم مدرسة اخلاقية هي رمضان. ورمضان هو اللي يؤدبك حق التأديب. إذا قاتلك أحد ما ترد عليه اللهم إني صائم، إني صائم. إذا أنت تكذب وتنم وغيبة ترى كأنك ما صمت. علمت؟ لا. والحسنة تتضاعف، وإطعام الصائم وإفطار الصائم، كل هذا حسنات، كأن عبارة عن بئر من الحسنات انفجر بالناس. لكن خذ حسنات. اخرجوا عن نطاق رمضان العادة وادخلوا في رمضان العبادة. الله يريدكم ملائكة بصورة بشر في رمضان. نحن نحتاج صفحة جديدة من أخلاقنا، نحتاج صفحة جديدة مع الناس، نحتاج صفحة جديدة مع الأهل، مع الأهل، مع الزوجة، مع العيال، مع المجتمع. نحتاج صفحة جديدة مع الكل. نحتاج صفحة جديدة أن نقلب الصفحة ونقول اللهم إني أذنبت فاغفر لي وأسألك حسن الخلق مع الجميع. نحتاج صفحة جديدة مع الجميع، أن نقول للناس سامحونا إن أخطأنا ولا تكونوا أعوان الشيطان علي، فأنا بشر أخطئ وأصيب، أزل وأذنب، يعلوني التقصير والذنب والشهوة والشقوة، كل شيء بشر طين. فنحن نحتاج أن نقول للناس لا تعينوا الشياطين على إخوانكم في رمضان. احتووا الناس، تقبلوا الناس، من أخطأ فاغفروا له وسامحوه وعلموه وأرشدوه. فالحياة قصيرة ورمضان أقصر. رمضان قصير جدا، شهر. هذا الشهر إما أن يؤدبك وتخرج بحسن الخلق، وإما أن تكون كما دخلت منه والعياذ بالله. يهمنا في رمضان أن أدخل ذاك صاحب اللسان الطويل، صاحب الرجل لا يستبين، من رجل صاحب خلق ودين، لا يتطاول على الناس ولا يشتم الناس ولا يكذب على الناس ولا يقع بغيبة ولا بنميمة. هذا الذي يهم في رمضان. فاخرجوا عن نطاق الكلاسيك الذي تعودنا عليه.
علموا أنفسكم أن رمضان خلق: مسك اللسان، غض بصر، ضبط أذن، كلام جميل. رمضان صيام جميل. لو كانت أرواحنا ملائكية ستشعر بلذة الصيام. الصيام جميل لو رزقنا الله راحة البال والطمأنينة. الصيام جميل لو كنا نحن من الداخل سعداء جدا